السلام عليكم الإخوان الأخوات، تحية إسلامية. أتمنى تكون في صحة جيدة إن شاء الله. دائما ما تنسوش تصلوا على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم بعض الأسئلة حول الملكية المشتركة الإخوان. واحد السؤال الإخوان، واحد السيد شرى أبارتومون في الملكية المشتركة في السكن الاقتصادي، شرى شقة ديالو، فإذا به يتفاجأ بالسنديك، يعني السنديك يقول له راه عندك هنا الواجبات ديال السنديك. هاد السيد اللي شرا يلاه سكن. هذا سؤال، اشنو خصو يدار في هاد الحالة هادي؟ في حالة بيع شقة مع وجود مستحقات قديمة غير مؤداة مثل واجبات السنديك ولا مصاريف اتحاد الملاك، فإن المسؤولية الأصلية عن هذه الديون تقع على عاتق المالك السابق، يعني اللي باع هو اللي خصو يخلص هذه الواجبات. أما المالك الجديد اللي يلاه شرا فهو غير ملزم قانونيا بأداء الديون السابقة إلا إلا درتيها في العقد معه. ملي بغيتي تشري الدار غيقولها لك، يقول لك خويا راه عندي تما واحد 10 سنين ديال السنديك ما خلصتهاش. تقدر تتفق معاه تقول ليه نحيد لك واحد الطرف ولا شحال كان كيتسالك ولا سير خلص، عاد اجي هضر معايا. يعني داكشي اللي خصو يدار غنقولوا لكم في اخر ديال السؤال ديال الجواب. اما الملك الجديد فهو غير ملزم قانونيا باش يخلص هذوك الفلوس. دونك السؤال المطروح، كيفاش هاد السيد باع الدار، مشى في حاله شد الفلوس ديالو، والسيد اللي شرا الدار قال ليه السنديك خلص. اشنو خصنا نديرو قانونيا؟ يجب توجيه انذار كتابي الى الملك السابق، هذاك اللي باع الدار خصنا نوجهوا ليه الانذار. مفوض قضائي خصو يصيفطوا ليه رئيس اتحاد الملاك، يقول له ودي خلص بطريقه وديه قبل ما نمشيو للمحكمه. هذا هو الحل اللي خصو يدار. دونك انت الا بغيتي تشري ابارتومون، اول شيء غديرها قبل اتمام اي عمليه بيع، من الافضل مطالبه البائع داك السيد اللي غيبيع لك بشهاده ابراء الذمه من اتحاد الملاك، يعني تثبيت خلو الشقه من اي ديون. قبل ما تشري يقول لي اخويا خلصتي السنديك، الا قال لك يقول له ودي سير جيب لي ابراء الذمه، راه السنديك غيعطيها السيد بان هذا السيد ما كيتسالو حتى حاجه، وهذيك الساعه شري لابارتومون ديالك والله يعاون العاونات. المستحقات المترتبة على بيع الشقة يتحمله المالك السابق لأنها نشأت خلال الفترة ديالو الملكية ديالو. أما المالك الجديد فلا يلزم بأدائها إلا إذا نص عقد البيع، يعني إلا اتفقوا قال له ودي صافي أنا غنخلص كلشي بلا بيع ليا. دونك هذا سؤال مفهوم، خاصك إبراء الذمة قبل ما تشري أي أبارتومون بأن ما كيتسالها حتى حاجة. السؤال الثاني، واحد سيدة ساكنة في العمارة كترفض تؤدي واجبات السنديك رغم أنها تستفيد من الإنارة والنظافة وجميع الإصلاحات المتعلقة بالعمارة. الشقة هي باسم السيدة غير معروفة ووهبتها لها لتسكن فيها. هاد السيدة بغات دير الخير، جابت واحد السيدة سكنتها، قالت لها سكني خلصي الواجبات ديالك، واذا بان هذيك السيده اللي مستافده. هاد الحاله وقعت عندنا حنا نيت في الاقامه، فاش كاينين الناس اللي عندهم يعني وهبوا لهم الشقق ولكن ما تيبغيوش يخلصوا. دونك في هاد الحاله هادي الشخص الملزم قانونيا هو المالك الرسمي للشقه، اي الشخص اللي شرا هذيك لابارتومون. انت وهبتي ليها سميتو ديالها، وهبتي ليها لابارتومون ولكن غير اورالمون ماشي كتابة. دونك انت اللي خصك تخلص. اذا السيده اللي كتسكن الشقه مجرد مستفيده ما عندها حتى شي دخل داك الشيء، ما تخلص حتى حاجه. اما رفض الساكنه تزويدهم بالمعلومات المالكه فلا يعني كيعفيها من اداء المستحقات. هذيك السيده ما بغاش تبين السميه ديال هذيك اللي مولات لابارتومون. دونك شنو خصنا نديرو في هذه الحاله؟ توجيه الانذار للمالكه، اللجوء الى القضاء. هذا ما كان، يعني الاستفادة من خدمات العمارة، النظافة، الإنارة والصيانة ضروري تخلص الواجبات ديالها، ما كاينش تهرب. الملزم قانونيا بأداء هذه الواجبات المالك، هو المالك اللي مسجل في راس الملكية.
اللي شرا لابارتومون اللي خصو يخلص، واخا يعطيها لشي واحد اخر، ما حنا ما كنعرفوش هداك السيد دابا هو اللي خصو يخلص، واخا يكريها الكاري مول الدار اللي خصو يخلص. انت كاري لابارتومون واجب هاد السنديك كتخلصها نتايا ماشي الكراي، حيت انت اللي مسجله في سميتك، وانت اللي عندك الحق تحضر الجموع العامه، وانت اللي عندك الحق تصوت وكلشي. الكاري تيبقى كاري، ما عنده حتى شي صفه. هادشي اللي كاين الاخوان اليوم. تحياتي.